شنو ينجم يخلي ابن يعترف قدام القاضي انه هو اللي قتل امه؟ القضية هذه هزت تونس الكل، واللي خرج في جلسة الاستنطاق كان صادم برشا. المتهم وهو طبيب عيون وكان يعيش في ألمانيا قال انه هو الطرف الرئيسي في الجريمة، وبرر فعلته بانه عاش طفولة صعيبة وكان يتعرض حسب روايته لسوء معاملة متواصل من والدته. اما التفاصيل فهي مرعبة. تقرير الطب الشرعي أكد أن الضحية تعرضت للخنق حتى الموت، وبعدها تم حرق الجثة في محاولة لإخفاء آثار الجريمة قبل نقلها ورميها في قناة المجردة باستعمال سيارتها. وزاد المتهم أكد كيف شقيقه المهندس المقيم سابقا في فرنسا أن القضية ما عندها حتى علاقة لا بمخدرات ولا بخلافات مالية. المحكمة قررت عرض المتهم على لجان طبية مختصة، في حين تم الإفراج عن طريق المحامية بعد التأكد من عدم وجود أي علاقة له بالقضية. إلى حد الآن القضية ما زالت قدام القضاء، والعقوبات باش تكون قاسية جدا وتصل إلى الإعدام.